وساعتها الاتنين اليهود بيقول لجون احنا شفنا الابريق معاك على التلفزيون، والابريق ده بتاعنا واحنا عاوزينه. لكن أليس بتكذب عليهم وتقول لهم انهم باعوا الابريق، لكن الاتنين اليهود مش بيصدقوهم. تروح أليس عرض عليهم فلوس كتير عشان يسيبوهم في حالهم، وفعلا ان الاتنين اليهود بياخدوا الفلوس ويخرجوا من البيت. وبعد كده بيقرر جون وأليس ان يروحوا المكتبة ويدوروا على اي معلومات تخص الابريق، وبينجحوا هما الاتنين في المكتبة ان يلاقوا كتاب فيه معلومات عن الابريق. والكتاب بيقول ان الابريق ده موجود من ايام السيد المسيح، وبسبب الابريق حصلت حروب بين البشر والملوك كانوا طمعانين فيه. وأليس بتقرا في الكتاب بتلاقي تحذير موجود، والتحذير بيكون ان الابريق ده ملعون واي حد يستخدمه بيموت. فأليس بتقطع الورقه وتحطها في شنطتها عشان جون ما يجراش التحذير ويخليها تتخلص من الابريق. بعد كده أليس بتقول لجون ان لازم يصرفوا الفلوس اللي جمعوها من الابريق ويعيشوا حياتهم. وبعد فتره بنشوف أليس وجون راكبين احدث السيارات، وكمان شاروا بيت فخم جدا في احسن مكان في المدينه. وبعد كده بيعملوا حفله كبيره في البيت الجديد ويعزموا فيها كل اصحابهم عشان يتباهوا بالفلوس اللي معاهم، وعشان يعرفوا الناس انهم بقوا اغنياء ومعاهم فلوس. وبعد شويه والحفله شغاله بيرن جرس الباب، ويروح جون بنفسه فتح الباب، وبيطلع الدكتور لينج اللي شاف الابريق في التلفزيون وبيعرفهم بنفسه ويقول لهم انا جاي اخد منكم الابريق، لان الابريق ده ملعون واي حد بيستخدمه بيموت زي ما قروا في الكتاب. فأليس بتروح عند الباب وتسمع الكلام وترفض تديله الابريق، وكمان بتكذب عليه وتقول له الابريق بعناه، وتروح قافله الباب في وشه. وبعد كده بالليل بيكون في واحد بيتجسس عليهم، وبيكون ابن صاحب البيت القديم اللي كانوا ساكنين فيه، واللي كان اسمه إيرني، واللي كان دايما بيغتت عليهم. وإيرني بيكون عاوز يعرف الفلوس دي كلها جابوها منين بعد ما كانوا فجرة. وإيرني بيشوف جون وأليس بيضربوا ببعض، وكل ما يضربوا ببعض الفلوس بتطلع من الابريق، وإيرني بيكون هيتجنن من اللي بيشوفه. وإيرني وقتها كان سكران وقرر انه يخطف منهم الابريق. راح رن جرس الباب وقرر يرخم عليهم زي عوايده، راح خطف منهم الابريق وطلع يجري، وكان هيقع في السكه لانه سكران. راح ركب العربيه ورمى الابريق في الشارع، وراح داس عليه مرتين ثلاثه بالعربيه. وقتها أليس وجون بيشوفوا الابريق بعد ما داست عليه العربيه، ويفرحوا ان الابريق ما حصلتلوش حاجه. بعد كده بيقرروا ان ياخدوا الابريق ويروحوا عند الدكتور لينج، وجون بيحكي له على كل اللي حصل. ودكتور لينج بيقول لهم ان الابريق دوت تسبب في موت ناس كتير، واي حد بيستخدمه بيسيطر عليه ويخليه انسان شرير. وبعد ما الدكتور لينج خلص كلامه بيطلب منهم ان يدوا له الابريق عشان يتخلص منه. واول ما أليس سمعت الكلام ما رضتش تديله الابريق، وأليس بتقول له الدكتور لينج ان الكلام ده مش صحيح، وان الكلام ده في مخيلتك وده هلويس منك وانت طمعان في الابريق. بعد كده جون بيكون محتار ومش عارف يعمل ايه، وساعتها أليس بتقول له ما تخافش، وانها هتتخلص من الابريق لو سيطر عليها زي ما قال الدكتور او خلاها انسانه شريره.